رسميا ابل اعلنت عن اي اس 27، ومن مفاجآت المؤتمر ده ان ابل اعلنت وقالت ان سلسله ايفون 11 هتدعم التحديث ده. اهلا بيكم، معاكم ميجو. مع بدايه المؤتمر ابل اعلنت عن التحديث الجديد اللي هيكون لنظام الماك او اس وسمته باسم جولدن جيت. بعد كده قالوا ان الليكويد جلاس اللي كان في تحديث اي اس 26 اتحسن كتير، وهتقدر تتحكم فيه في تحديث اي اس 27، وهتلاقي له اعدادات جوه الموبايل عشان تقدر تقوي الشفافيه او تقلل الشفافيه بتاعه الليكويد جلاس. تطبيقات على الايفون والايباد هتكون اسرع حوالي 30%. كمان ملفات الاير دروب هتبقى اسرع 80% عن الاول. الايفون بقى يعرف يفرق بين الواي فاي والداتا، يعني مع تحديث اي اس 27 مش محتاج انك تقعد بقى تدخل تقفل الداتا وتفتح الواي فاي والعكس. والايربودز بقت تقدر تعمل كاستمايز اي كيو للصوت اللي في ودانك. ابل اعلنت بشكل رسمي عن شراكه مع شركه جوجل عشان الاجهزه بتاعتها تدعم جوجل جيميناي وتدمجهم مع سيري. وطبعا عن طريق الاي اي تقدر تديله كذا امر وينفذ لك كذا امر متتالي ورا بعض. عملوا ابلكيشن مخصص اسمه سيري اب. الابلكيشن ده هيكون فيه المحادثه بتاعتك مع سيري زي جوجل جيميناي زي شات جي بي تي. في تطبيق الصور عن طريق الذكاء الاصطناعي اضاف 3 مميزات. اول ميزه هي ميزه كلين اب تول. هي ميزه بتحذف الناس اللي في الصوره، طبعا ميزه قديمه ومعروفه يعني، ولكن هم اشتغلوا على تحسين الميزه دي فبقت تطلع النتيجه بتاعتها احسن. تاني ميزه هي ميزه بتوسع لك مساحه الصوره لو انت واخدها بحجم صغير ومحتاج تكبرها. تالت ميزه وهي ميزه بتخليك تغير وضعيه الصوره لو انت صورتها بزاويه مثلا مش عاجباك او حاجه، مع الاحتفاظ بتفاصيل الصوره هي. وكمان لو عوزت تزود حجم في الصوره او اطراف او من فوق تحت يمين شمال اي حاجه من الكلام ده، الميزه دي طبعا بتزودها لك عن طريق الاي اي. انت طبعا مستني مميزات اقوى من كده؟ الحقيقه لا. هو كل المؤتمر عن الاي اي اللي الحقيقه احنا خدنا عروض كتير منه، والحقيقه انا مش متحمس للحاجه اللي اتعرضت. هي نظريا كويسه، لكن عمليا بقى على الموبايل ما ينزل الابديت الله اعلم. ده غير كمان ان العربي مش هيدعم لسيري دلوقتي، ولسه المفروض هيجي مع الوقت. حاليا النسخه البيتا للابديت ده او نسخه المطورين هي اللي هتتوفر على الايفون، ولكن النسخه العامه او للمستخدمين هتنزل في شهر 9. الاجهزه اللي هتدعم التحديث ده كل الاجهزه اللي دعمت اي اس 26 هتدعم اي اس 27. مستني رايك في الكومنتات على التحديث، وهل عجبك ولا ما عجبكش؟